السلام عليكم أعزائي. هاي خليط البادجي والغندور، أو البادجي هو أصلا البادجي. وهناك من سأل ما هو أفضل بذور مستنبتة للبادجي إنجليزي والغندور والكوكتيل. قبل تقريبا أسبوع سألوا هذا السؤال عندما نزلت فيديو مع البذور اللفت والبذور النيجر، وهاي صار 3 أيام نفس الخليط. إذا تلاحظون هاي نفس الخليط بنفس الطريقة النيجر أو بذور الكناري أو خليط مستنبتة للكناري. عملت هذه العملية بنفس الخليط مع البادجي، خليط ألماني. وهاي النتيجة الحمد لله خلال 3 أيام. هاي النتيجة حتى استنبت. طبعا هاي بعده لم يخلص. هناك من بذور استنبت بشكل جيد، وبعض منهم بعده لم يستنبت، بس لكنه يعني واحد يقدر يستخدمها كبذور مستنبتة للطيور مع نقطة المنقار. وشكرا.